نسب النجاح في العيان المتحركه مباشره اعلى من الناس اللي قعدوا فتره طويله مستريح. الشخص الجاهل او قليل الخبره والمهاره دايما بيبقى شايف نفسه اعلى من مستواه الحقيقي. فعلا الناس كل ما بتزيد في العلم كل ما بتكبر في القيمه وكل ما بتزيد تواضعها. كلما زاد علمك كلما قل انكارك، وكلما قل علمك كلما زاد انكارك. التخصص الواحد بقى ينقسم الى تخصصات فرعيه. مثلا ناس متخصصه في طب الجنين، في ناس متخصصه في الحقن المجهري، اللي بيتعامل في مركز حقن مجهري غير اللي بيتعامل في مركز ولاده، على اعتبار ان التخصص دوت تخصص سهل، يعني ممكن تتعلمه في وقت بسيط، 2-3 تبقى اتعلمت الحقن المجهري. في حاجات صغيره مش المفروض ان هي تفوت من اللي بيشتغل الحاجات دي. وبعدين ادخل المريضه في تكلفه كبيره جدا علشان خاطر مفيش خطوره عاليه زي ما حضرتك قلت. الهدف من الحقن المجهري ان المريض تروح ببيبي يكون سليم. هل موضوع الكونسلنج ده عندنا واخد حقه؟ الاكسبكتيشنز بتاعتها عاليه جدا، يعني حاسس ان هعمل الحقن المجهري ده خلاص بقى هختار اسامي ولادهم. الجاب الكبيره ما بين الواقع والمتوقع. الدكتور اللي عنده علم وعنده خبره وعنده مهاره مقصر في حق نفسه وفي حق المريضات بتوعه. ايه التعليمات اللي بتقولها المريضه بعد نقل الاجنه مباشره؟